السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله فيديو اليوم نلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم راح نعملو طريقة تفصيل موديل قنطرة قطيفة. راح نشوفو الطريقة مع بعض كما راكم تشوفيه في الصورة. راح نعطيو القماش تاعنا بهذا الشكل هكذا على 4. طبعا الموديل هنا راهو ماهوش ايفازي. واش راح نديرو؟ راح نديو قياسات تاعنا عادي كما متعودين، باترون اساسي عادي. طبعا هنا الخلف راح يجينا، راح نفصلوه من هنا البنات، يجينا الامام والخلف كيف كيف في الجهه المغلقه. اللي حبت الجهه الخلف مفتوح تفصل من الجهه المفتوحه، اللي حبت الامام يجيها مفتوح تفصل من الجهه المفتوحه. هذا يرجع لكم. ثم نحدد نصف عرض الكتفين، وربع دوران الصدر، ثم ربع دوران الخصر، ثم منطقة الحوض بهذا الشكل. نوصل ما بين خط الصدر وخط الخصر، ثم منطقة الخصر إلى منطقة الحوض، يعني ننزلوا مسافة ما بين 20 إلى 23 سنتيمتر، ونحدوا ربع دوران الحوض، وننزل بنفس القيمة اللي هنا ننزل بها إلى غاية الطول المرغوب بهذا الشكل. نجي هنا نحدد الرقبة تاعي اللي هي من 7.5 إلى 8 سنتيمتر، ننزلوا ميلان الكتف 2 سنتيمتر أو 1.5 سنتيمتر. نجي هنا نحدد منتصف الحردة ونخرج من الزاوية 3 سنتيمتر ونرسم الحردة تاعي الخلفية. أما الأمامية راح ندخل ب1.5 سنتيمتر ونرسم نعدل في الحردة الأمامية. الرقبة الخلفية راح ننزل فيها من 3 إلى 4 سنتيمتر تكفي. ونجيو نقصو الباترون نتاعنا، من بعد نكملو باقي الشرح بهذه الطريقه. قصوا الحردة الخلفية اولا. هنا اللي حابه دير لي بانس دير، اللي ما تحبش فقط نقصو الى غايه الطول المرغوب. راح نفصل الامام وحده والخلف وحده. الخلف البنات كما قلت لكم حبيتو ديروه مفتوح وتخيطوه، يعني تقدروا تفصلوه في الجهه المفتوحه. نجيو نعدلو في الحردة هنايا ايضا. هنايا الامام كما شفتوا فيه لي بوطون، يعني تقدروا ايضا ديروا الامام مفتوح، من بعد يعني تخيطوه باش يعني تحطوا دوك الازرار، والا يعني ديروه مجمول هكذا. تجيو من الخلف هنايا هكذا وتخيطوا على بعد يعني 2 ملم، يعني هنايا باش يعني يجيكم المكان هذاك الشغل مخيط، هو يعني بلا ما تقصوا، فقط باش يعني تتعين لكم وين تحطوا الازرار. واش راح نجي ندير هنايا البنات؟ راح نجي ننزل 14 سنتيمتر، راح ننزل 14 سنتيمتر، نعين الرقبه تاعي كاري بهذا الشكل هكذا. هنا طبعا البنات شو ندير؟ راح نجي للعمق. العمق هنا البنات شو راح نديرو؟ راح نجي هنا ونقيس العمق تاع الرقبه تاعي. واش راح نديرو؟ مثلا 17 سنتيمتر. وحده بصحتها تقدر تنزل حتى ل 20 21 سنتيم، اما وحده يعني ضعيفه تقدر تنزل 16 17 شك فيها. ونجي نعين هذا الخط. هذا الخط البنات يعني ماشي راح نقصو، فقط علامه. نقص الرقبه تاعي هنا بهذه الطريقه هكذا. هنا قصينا الرقبه، حصلنا الرقبه تاعنا بهذا الشكل. كما قلت لكم البنات هنا اللي حبت دير لي بانس دير. هنا قصينا الرقبه. واش نجي ندير؟ نخلي القماش تاعي مطوي هكذا، ونجي نفتح الى غايه المسافه هذه اللي حددناها بهذا الشكل، يعني نحوس ندير هذاك الشكل تاع الكول هذاك. من بعد فتحناها هنا في المنتصف. من بعد واش نجي ندير؟ نجيب السجاف تاعي، يعني كما نستشفوا اي رقبه البنات، اي رقبه. السجاف راح يكون يعني بلون مغاير، كما هنا راهم في الموديل دايرينه بقماش النمري، والقطيفه في اللون الاسود. نجيبوا القماش تاعنا السجاف نحطوه بهذا الشكل، يكون بقماش النمري، نحطوه بهذا الشكل حيث يكون الوجه تاع القماش مع الوجه تاع القماش هكذا. نستشفوا الرقبه تاعنا عادي كما متعودين نستشفوها بهذا الشكل هكذا كما موالفين. نستشفوا الرقبه تاعنا. السجاف كيف راح يكون؟ راح تمشيو الخياطه من هنا، تمشيوها من هنا، وتمشيوها من هنا هكذا،
تخيطوها كامل وتكرونتيو، ومن بعد نقلبوا القماش تاعنا السجاف تاعنا بهذا الشكل، ونقصوا الرقبه، نفتحوا هنايا كما فتحنا في البدايه الرقبه تاعنا. من بعد نقلبوا، بعد كي نقلبوا يعني نقلبوا هذا المكان هذا بهذا الشكل، يعني تعاودوا الخياطه تاعكم على الرقبه ونقلبوا الكول بهذه الطريقه. راح يجينا القماش تاع النمري يبان لنا فقط في هذه الاماكن، يعني هذه الاماكن هما اللي رايحين يبانوا لنا في القماش تاعنا، نتحصلوا على هذاك الشكل. اما هنا يعني راح نزينوا بهذوك الازرار، هنا تثبتوا هذه الاماكن، يعني حبيتوا تثبتوهم بابيغل ولا بخيط ابره، لكم الاختيار. وهنا نزينوا بالازرار هذوك اللي كنتو تشوفون في الموديل. بالنسبه للجيوب البنات، الجيب واش راح نديروا، تاخذوا قطعه من القماش النمري هذاك بهذا الشكل، وتجيبوا قطعة أخرى يعني من لون القطيفة تكون على قد القطعة هذه تاع الجيب هكذا. راح نقصوا فيها شوي هكذا، ونجيو نخيطوها. طبعا هنايا هكذا نخيطوها، نقصوا هذا الزايد نخيطوها ونقلبوا بهذا الشكل، ونعاودوا الخياطة يعني تجينا بهذه الطريقة. هذه راح تكون هذا يكون الجيب بقماش النمري، وهذا يعني راح تكون بهذا الشكل. ننزلو هنا مسافة يعني حوالي 50 سنتيم أو 60 سنتيم، ونخدمو الجياب تاعنا بهذا الشكل. هذا هو البنات الموديل نتاع اليوم، ان شاء الله يكون واضح. هذا هكذا. نروحوا للأكمام. أكمام يعني رانا عاملينهم عدة مرات. راح نديو القماش تاعنا نطويوه على 4 كما متعودين. نديو طول الكم تاعنا شحال ما كان، مثلا 50 سنتيمتر. نحدد عرض الكم شحال انا نزلت في حدة الابط زائد 2 سنتيمتر. نجي هنا ندخل 15 سنتيمتر ونرسم الحردة نصف او ميلان الحردة. نجي هنا نحدد المنتصف، ثم منتصف ونخرج ب1.5 سنتيمتر، ثم المنتصف هنا ندخل ب1.5 سنتيمتر، ثم نحدد هنا عرض الكم تاعي شحال انا حابته هكذا، ونوصل بخط. مثلا راح ندي هنا 15 سنتيمتر. اما اذا حبينا نعملو فيه يعني بليات نزيدو حتى ل 18 سنتيمتر. اذا يعني حبينا فقط على قد القطعه تاع المعصم نخليوه مثل ما هو، ونجي نقص بهذا الشكل. هنا دائما البنات ميلوا الكم شويه هكذا، يعني ما يجيناش خط مستقيم. نقصه هكذا بهذا الشكل، ونكرونتيو المكان هذا. هذا هو البنات الاكمام تاعنا، حصلنا على كمين. بالنسبه لهذيك القطعه اللي راهي جايه البنات هنايا فقط قطعه من القماش، يعني تديوها بقماش مغاير نطويوها بهذا الشكل. هذه الطيه راح تكون لنا جهه لكم، وهنا رايحين نخيطوا في المكان هذا، يعني تجيو تخيطوا هكذا من الخلف، تخيطوا بهذا الشكل. هنا يكون على قد المعصم كما قلت لكم. اللي حبت دير زياده في الكم ودير هنا تكميشات دير، هي لها الاختيار. نخيطوا هنا، من بعد نرجعوا القطعه تاعنا بهذا الشكل، نطويو هنا 1 سنتيم هكذا، ومن بعد نرجعوا القطعه هذه بهذه الطريقه. هذه بالنسبه لهذيك القطعه اللي شفتوها في نهايه الكم، راح يجينا بهذا الشكل، يعني البونطه هذيك اللي راهي جايه في نهايه الكم راح تجينا بهذه الطريقه. نفس الشيء واش عملنا لكم هذا نعمل لكم الاخر. هذا هو الموديل تاع اليوم البنات، ان شاء الله يكون شرح سهل وبسيط عليكم. نقول لكم البنات الى الملتقى ان شاء الله، وراح نخلي لكم طبعا صوره الموديل في اخر الفيديو باش تشوفوها بصوره اوضح. نقول لكم الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.